النمام ده ما بيهدش بيوت بالطوب، محدفش بيوت بالطوب، بيهدها بالكلام، ينقل كلمة من هنا لهنا ويولع نار بين أصحاب عمرهم سنين ويفرق بين الأخ وأخوه. شيطان بالظبط، شيطان ماشي في الأرض وبين الزوج وزوجته وبين القريب وقريبه، وبعد ما الدنيا تخرب يقف يتفرج ويضحك وكأنه ملوش دعوة. كم صداقة انتهت بسبب نمام، وكم بيت اتخرب بسبب كلمة، وكم قلب اتكسر بسبب إشاعة، وكل ده بدأ بجملة صغيرة. سبحان الله، بلاش تقول لحد إني قلت لك. طب أنت بتتكلم ليه؟ بتجيب سيرة الناس ليه؟ بتنم على الناس ليه؟ اللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك. والمؤلم بقى إن ناس كتير جدا بتخاف تاكل حرام وتخاف تسرق وتخاف حد يشوفها وهي بتعمل ذنب، لكن وهي قاعدة في مجلس غيبة بتتكلم براحتها وكأن مفيش رب سامع ومفيش ملائكة بتكتب. اسأل نفسك دلوقتي، لو قمت من مكانك والناس بعد ما مشيت بدأوا يتكلموا عن عيوبك وأسرارك وأخطائك، هتحب كده؟ أكيد لأ. طب ليه ترضى لغيرك؟ كل واحد فينا عنده عيوب وكل واحد محتاج ستر ربنا، فبدل ما تفتش في عيوب الناس فتش في عيوب نفسك. بدل ما تنشغل بفضائح غيرك انشغل بإصلاح قلبك. يمكن الكلمة اللي بتضحكك النهاردة تكون سبب ندمك يوم القيامة، ويمكن المجلس اللي شايفه عادي جدا يكون شاهد عليك قدام ربنا، ويمكن الإنسان اللي اغتبته يكون هو سبب نجاته وهلاكك يوم الحساب، لما ياخد من حسناتك وانت واقف عاجز بسبب لسانك.